عسلامة ومرحبا بكم على قناتي على اليوتيوب. إذا أول مرة تدخلوا على القناة ما تنسوش تنزلوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم جيتكم بثلاثة وصفات مع بعضهم. وصفة تصلح للعشاء وإلا للفطور وبطريقة اقتصادية. أول حاجة كما شفتوا الدجاج كيفاش يجيكم طري، والروز التركي كيفاش يجيكم مفرك وكل كعبة وحدها. والوصفة الثالثة اللي هي سلطة اقتصادية وما تتكلفش، تصلح لكل المناسبات. اول حاجه باش نبداو بها هي الدجاج. خذيت زوز فخاد كما تشوفوا وخليتهم بالجلده متاعهم، غسلتهم بالبهي في الخل ونظفتهم مليح مليح بالكدا ونظفتهم من داخل، لكن خليت الجلده لاصقه فيهم شويه. باش نفوحوا الدجاج متاعنا خذيت البهارات هذه تو تلقاها مكتوبه في صندوق الوصف بالضبط، اللي هي الملح والكمون والكركم وثوم بودر وكاري وفلفل مهروش حار وفلفل أكحل. هذه هي البهارات متاعنا. إذا مش متوفر الكاري نجم تعوضوه بأي فاح دجاج عندكم. خذيت كعبة ياغورت طبيعي كما تشوفوا. تو باش نحضروا الميلانج، خذيت بول وحطيت فيها شوية زيت مش برشا، تقريبا مقدار 3 مغارف، وباش نحط عليها البهارات الكلها اللي عندي. ومن بعد باش نزيد كعبة الياغورت. علاش كعبة الياغورت؟ على خاطر الياغورت راهو يعطي طراوة للدجاج مش عادية، يجيكم طري وفاوح على الاخر. باش نزيد موتارد، وبالنسبة للموتارد راهو اختياري ماهوش اجباري. اذا متوفر عندك اعمل، اذا مش متوفر مش لازم، يعني المكونات راهي اختيارية. وبالنسبة كيما قلت لكم للكاري تنجموا تعوضوه براس حانوت، والا تعملوا شوية زعتر راهو يكفي ويوفي. بالنسبة للماريناد هذايا تنجموا تعملوه قليلة قبل ما تحضروا الفطور، لكن بالنسبة لي راني كنت مزروبة بيه وحضرتها للفطور. هذاك علاش باش نفوح ديريكت الدجاج متاعي، ومن بعد باش نحطها ديريكتومون في الفور ونطيبه، لكن اذا تخلوه يبات راهو يجيكم احسن. دونك خذيت البابي سوبالان وباش نحي الماء اللي موجود عندي في البول، دونك باش ننشف الدجاج من الماء كله، ومن بعد باش نضيف عليه الخليط اللي ديجا حضرته. المرحله هذيك راني ما صورتهاش، نحسب روحي نصور طلعت ما نصورش. بعد ما كملت حضرت الميلانج وفوحت الدجاج بالباهي. خذيت البيركس متاعي، راني ما حطيت فيه حتى شيء، لا زيت ولا حتى شيء. دونك باش نحط فيه الدجاج والميلانج اللي يبقى في البول متاعي، باش نكمل نحطه على الدجاج متاعي من فوق. نحاول اني نرجع الجلد على خاطر تنحت شويه، باش نحاول نغطي بها اللحم بالباهي. وكما شفتوا البقايا متاع الصوص اللي عندي باش نكمل نحطها من فوق على الدجاج متاعي. راني ما صبيتش لا مية ولا حتى شيء، على خاطر الدجاج بطبيعته وقت اللي يطيب باش يخرج الصوص متاعه. دونك جوست حطيت الفحات كما تشوفوا، وراني ما ضفت حتى شيء في الخفاء. دونك اعملوا الوصفه كما هي وقدرة ربي تنجح معاكم. شنو اللي بقى تويكا باش نغطيه؟ لازم نغطوه، باش نغطيه بابي كويسون، ومن بعد باش نغطيه بابي الومنيوم. اذا مش متوفر بابي كويسون نعملوا بابي الومنيوم ديريكت. نعرف اللي هو مش صحي، لكن مهم ياسر اللي احنا نغطوه باش ما يجيناش ناشف. الفرن متاعي مسخن على 180 درجة باش نحطها 40 دقيقة، ومن بعد باش نحي الغطاء ونحمره من فوق. وبالطبيعة من نحي عليه الغطاء كان نتأكد اللي هو طاب بالباهي. توا باش نحضروا الرز التركي. المكونات بسيطة كما تشوفوا. أخذت كيس ونص روز متاع بسمتي، أنا استعمل راني بسمتي، إذا مش متوفر تنجموا تعملوا أي روز عادي. ونص الكمية متاع الروز نعملها شعيرية وإلا دويدة كما نسموها في تونس. دونك الكمية راهي سهلة وبسيطة، والمكونات مفهمش أسهل منها. كيس ونص روز عليه كيس غرباع شعيرية، وإلا كاسين روز عليهم كيس شعيرية. دونك بالنسبة للفحات خذيت 4 حبات هيل و4 عواد قرنفل، ومن بعد باش نزيد عليهم هذايا اللي هو المكعب متاع ماجي، وإلا أنا بالنسبة لي استعملت مارك تورك واللي هو بطعمة الدجاج. نعرف اللي المكعب هذايا ماهوش صحي، لكن راني نستعمله ساعات باش نفوح بيه كسوا شربة العدس وإلا الرز، لكن راهو مش ديما. أول حاجة عملتها غسلت الرز متاعي بالباهي باش نحي منها النشاء. أخذت الطنجرة متاعي وباش نحط فيها مغرفة كبيرة زبدة، نجموا في عوض الزبدة تستعملوا زيت باش نستنيها لين تذوب.
وباش نزيد الكمية متاع الدويدة الكل. ومن بعد باش نزيد عليها البهارات الصحيحة اللي هما القرنفل والهيل. ومن بعد باش نبدأ نقلي فيها بشوية بشوية. الغاز لازم يكون متوسط، مش قوي برشا، باش ما تحرقش الشعيرية وتولي فيها الطعمة متاع المرارة. يعني ما حاجتيش بها باش تولي مرة، حاجتي بها باش تاخذ لون ويتحول لونها للون البني. نبقى نحرك فيها كل مرة لين نتحصل على اللون اللي تشوفوا فيه قدامكم. حاجتي بيه اللون ذهبي مش محروق. ردوا بالكم تقووا الغاز على خاطرها راهي ديريكتومون تتحرق. وقت اللي نتحصلوا على النتيجة هذه باش نزيد كمية الرز اللي عندي الكل، وباش نزيد مكعب مرق الدجاج. ومن بعد باش نخلط كل شيء مع بعضه. باش نقلي الرز شوية، لكن كما قلت لكم النار لازم تكون ناقصة في المرحلة هذه باش ما تزيدش الشعيرية متاعنا وإلا دويدة تتحرق. بعد ما كملت قليت الرز باش نزيد كمية الماء. بالنسبة لكمية الماء للشعيرية وللرز راهي كاس رز عليه كاسين ماء نفسها حتى للشعيرية. معناها اون توتال هنا باش نستعمل 4 كيسان ونص متاع ماء. وبالنسبة لي راني الماء ما نغليش، نحط ديريكتومون ماء بارد عادي من السبالة. لكن باش نتحصل على روز كل كعبة وحدها ما نغطيش إلا ما يفور الماء، يعني نبقى نستنى فيه لين يغلي الماء بالباهي بالباهي ونتأكد اللي هو سخن كما تشوفوا في الفيديو قدامكم. في المرحلة هذه باش نغطيه ونخليه يطيب على نار هادئة. توا سي بون الرز طيب والدجاج قاعد يطيب في الفور. قررت اني نزيد سلطه مع الفطور. دونك خديت البلاطو نتاعي اللي تشوفوها قدامكم. عندي طرف سلاد والا خس والا ليتو والا تنجموا تعملوا روكيت والا ماش، كل واحد حر. غسلتها وقصيتها بالطريقه هذه وحطيتها على صحن التقديم. ومن بعد خديت كعبات تومات سوريز قصيتهم اشطار كما تشوفوا باش نحطهم فوق الخس. ومن بعد باش نزيد شوية فقوس وإلا خيار. بصراحة راهي السلطة هذه عندي أني المنقذ، يعني أسرع سلطة وأسهل سلطة عندي. خذيت موتزاريلا زادة. بالنسبة للموتزاريلا راهو اختياري، دونك باش نزيد دي مورسو تاع موتزاريلا. تنجموا تاخذوا الموتزاريلا اللي تبدا دي بول صغار حاضرين، لكن أنا ما كانش عندي دي بول صغار دونك خذيت بول كبيره وقصيتها. زدت شطر حكه صغيره مايس وسي بون. السلطه نتاعنا حضرت، اسهل من هيك ما فماش. باش نحضر مع بعضنا الفينيغريت نتاعها. دونك حطيت شويه زيت زيتونه، هذا زيت زيتونه اصلي متاع تونس. وعندي صوص سوجا سكري احسن مارك اللي هي هذه كيكومان، راهي ماهيش بوبليسيتي، جست حبيت نودكم على خاطر تعجبني برشا وبنينه ياسر حتى مع السوشي. حطيت شويه صوص سوجا تقريبا مغرفتين صغار، وشويه ملح وشويه بازيليك شايح كما تشوفوا على راس المغرفه مش برشا. وباش نزيد شويه بارميزون مش برشا، راهو مغرفتين صغار ومغرفتي راهي ماهيش كبيره برشا. باش نصب عليهم الفينيغريت كما تشوفوا وسي بون. السلطه نتاعنا حضرت. باش نزيدها رشه معدنوس، حسيتها ناقصه هيك شويه الوان فزدتها شويه معدنوس من فوق. وما نحكي لكمش على البنه، راهي التفويحه هذيك تجيكم بنينه على الاخر. شوفوا لي ما شاء الله، خاصة الناس اللي عندهم ضيوف بصراحة تنجموا تعملوها السلطة هذه، راهي اقتصادية وما تتكلفش يعني لا تون لا سومو لا سوريمي لا حتى شيء، وبنينة على الاخر وتجيكم فاوحة. تويكا الرز متاعنا سي بون. شوفوا باش نحي عليه الاخطاء وشوفوا ما شاء الله كيفاش نتاكد اللي هو طابق اللي يعمل لي النقب هذوكم اللي تشوفوا فيهم قدامكم، يعني الثقوب، يعني وقتها نعرف اللي هو سي بون شف من الماء. بالنسبه لي راني لا نحركه لا نمسه لا نعملها حتى شيء، حتى اذا نحب نذوق نهز شويه من فوق، لكن راني نعرف الرز متاعي سي بون طاب. دونك باش نرجع عليه الاخطاء وباش نخليه يرتاح تقريبا 20 دقيقه 10 دقيقة. وبعد 20 دقيقة نحلي الغطاء ووقتها نجم نحركه. إذا تحركوه هو سخون راهو باش يتكسر الرز، سورتو إذا تستعملوا في بسمتي، على خاطر بسمتي الحبة الطويلة ديريكتومون تتكسر. دونك شوفوا لي ما شاء الله كيفاش
كي نحركه وهو مازال بالفابور متاع بعد 20 دقيقة مازال سخون، لكن ما شاء الله شوفوا كيفاش يجينا مفرك وكل كعبة وحدة. توا سي بون الدجاج متاعي طاب، تأكدت لي هو طاب، حسيته بدا يحمر شوية من فوق مشيت احرق لي، فقررت اني نخرجه ونزيده شوية زبدة. خذيت شوية زبدة حطيتها في الفرشاة باش نحاول اني ندهن الجلدة متاع الدجاج بالزبدة من فوق، ومن بعد باش نرجع للفور ونحل عليه الفور من فوق باش تحمر الجلدة. وسي بون فطوري احضر. تويك حبيت نعمل بريزونطاسيون، دونك حطيت الرز في بول تاع شوربه وباش نحطها في صحن كما تشوفوا. حبيت نعمل بريزونطاسيون الحق بسيطه، راي مش معقده برشا. ومن بعد باش نضيف عليه الكويس متاع الدجاج وسي بون. بعد زدت سليطه وحطيت اوريجات متاع بازيليك فري. وبصراحه ما نحكي لكمش على البنه، الدجاج راهو يجيكم طري على الاخر، واذا باش تجربوا الوصفه هذه باش يولي لكم ادمان. نجموا تعملوا اي بارتي من الدجاج، راهو مش كان الفخاذ، نجموا تعملوا جناحات، نجموا تعملوا الصدر. بالنسبه للصدر يجي ناشف شويه على خاطر بطبيعته اللحمه نتاع الصدر راهي شايحه. شوفوا لي ما شاء الله، حبيت نوريكم كيفاش يطلع معاكم الدجاج. شوفوا كيفاش راهو يجيكم طري ويذوب في الفم. شوفوا لي ما شاء الله. الوصفة هذه راني ديما نعتمدها في أي نوع من الدجاج، يعني كان باش نعمله مصلي وإلا في الجناحات كيف نعمل ليزيل دو بولي. بصراحة راهي تجيكم حاجة ولا أروع. وشوفوا كيفاش يجيكم طيب من داخل وبنين وفاوح. حبيت زادا نوريكم الروز بعد ما برد كيفاش يجيكم مفرق. شوفوا ما شاء الله. بصراحة الوصفة هذه متاع الروز حسيتها باش تولي لي عادة جديدة، اني نعرفها من قبل لكن اول مرة نجربها الحق لهنا، وحبيت نبارطاجيها معاكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة متاع اليوم، وان شاء الله تجربوها ونتقابلوا في وصفة اخرى المرة الجاية ان شاء الله. وبالسلامة.